تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2024 أو تخفيض القبول بالثانوية العامة، يعني المرحلة التانية والتالتة، وده اللي هنعرفه النهاردة. هنعرف تنسيق المرحلة التانية والتالتة، وهنعرف كمان هتنزل كام درجة. ركزوا معايا كويس، النهاردة هنعرف تخفيض القبول في الثانوية العامة المرحلة التانية والتالتة. معانا النهاردة 3 محافظات، الكل يركز معايا النهاردة 3 محافظات بس قبل ما تسمع الفيديو عشان تكون عارف. معايا سوهاج وجنة والمنيا. هنعرف كل حاجة تخص سوهاج وجنة والمنيا، وهنعرف تنسيق المرحلة التانية والتالتة، وهتنزل مرحلة تانية كام ومرحلة تالتة كام. فالثلاث محافظات دول ركزوا معايا كويس. طبعا لو في محافظة تانية عايزين تعرفوها اكتبولي في التعليقات. كل واحد عايز يعرف المحافظة بتاعته يكتب لي اسم المحافظة في التعليقات، وندخل في الفيديو على طول. زي ما قلنا سوهاج، جنة، المنيا. لو انت بقى لسه ما اشتركتش في القناة اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتعالوا ندخل في الموضوع على طول. احنا قلنا هنتكلم على 3 محافظات، هنعرف هل بينزلوا مرحلة تانية وتالتة ولا لا، وبينزلوا كام درجة. نبدأ أول حاجة بسوهاج. أنا عارف كتير إن في ناس كتيرة مشتركة عندي في القناة في سوهاج، وفي ناس كتيرة بتتكلم عنها، عشان كده حبيت أبدأ بيها. أول حاجة سوهاج، بتنزل مرحلة تانية وتالتة ولا لا؟ تعالى بقى نعرف مع بعض. أنا لميت الحوارات دي كلها. نبص أول حاجة على سوهاج. أول حاجة عندنا 2022 و2021 و2020. أنا جايب لك بالإثبات، أنا حاليا دلوقتي جايب لك بالإثبات إن سوهاج بتنزل مرحلة تانية. طب الكلام ده عرفته منين؟ أو الكلام ده متأكد منه بنسبة كام في المية؟ كلامي ده متأكد منه بنسبة 90%، لكن ككلام أكيد ده لسه. بس أنا عارف إنك متوتر وقلقان وخايف جدا، فأنا حبيت أطمنك شوية، أنت مش قادر تصبر. ندخل في الموضوع على طول. سوهاج بتنزل مرحلة تانية. إيه دليلي إن سوهاج بتنزل مرحلة تانية؟ هقول لك على دليل. سوهاج بتنزل مرحلة تانية وبتنزل درجات كتيرة كمان. عندك السنة اللي فاتت سوهاج نزلت 9 درجات، يعني سوهاج السنة اللي فاتت نزلت 9 درجات من مرحلة تانية. طيب السنة اللي قبلها نزلت السنة اللي قبلها سوهاج نزلت 10 درجات، يعني 2022 نزلت 9 درجات، 2021 نزلت 10 درجات. طيب 2020 نزلت برضه، يعني السنين اللي فاتت سوهاج نزلت. طيب هتنزل السنة دي؟ ان شاء الله هتنزل السنة دي. انت بس ما تقولش انا فجري، انا حظ وحش، مش عارف. لا، انت ما تكفلهاش في وشك، انا حاسس بيك، بس ما تكفلهاش في وشك. ان شاء الله هتنزل المرحلة التانية زي ما نزلت السنين اللي فاتت، ما تقلقش. بعد كده تاني محافظة جنة. في ناس كتير بتسأل على جنة. طيب جنة بتنزل مرحلة تانية ولا لا؟ انا هجيب لك بالاثبات، جنة بتنزل مرحلة تانية. طب ايه الاثبات؟ هقول لك الاثبات. جنة السنة اللي فاتت نزلت 4 درجات، والسنة اللي قبليها نزلت 3 درجات، والسنة اللي قبليها نزلت درجتين. يعني جنة خلال ال3 سنين اللي فاتوا نزلت مرحلة تانية. 2020 نزلت، 2021 نزلت، 2022 نزلت 4 درجات، 3 2. يعني السنة اللي فاتت نزلت 4 درجات في جنة. انت طبعا هتقول لي ده الناس بتقول ان هي مش هتنزل السنة دي. سيبك من الناس، انت ما تكفلهاش في وشك. زي ما قلت ان شاء الله هتنزل مرحلة تانية، فما حدش يدرك يعني. بعد كده هندخل على المنيا. طبعا انا من المنيا عشان ما حدش يسأل كتير، كان لازم اقول المنيا. يعني المنيا السنة اللي فاتت نزلت 3 مراحل، مش 2، لان النزول ده بيكون على حسب الطلب. المنيا السنة اللي فاتت نزلت 3 مراحل، هي المراحل بتأخر بس هي نزلت 3 مراحل. السنة اللي فاتت أول مرة نزلت 5 درجات، بعد كده نزلت 3 درجات. السنة دي هتنزل إن شاء الله هتنزل. طيب السنة اللي قبليها نزلت ولا لأ؟ السنة اللي قبليها نزلت مرحلة تانية 5 درجات. طيب السنة اللي قبليها نزلت برضه. كده أظن مفيش تأكيد أكتر من كده. ال3 محافظات سوهاج، جنة، المنيا بينزلوا مرحلة تانية. كم درجة؟ سوهاج بتنزل كتير، 10 9 11 درجة. جنة بتنزل حاجة خفيفة،
4 درجات 5 درجات. المنيا ممكن تنزل مرحلة تانية، ممكن مثلا تنزل مرحلة تانية 5 درجات، واحتمال تنزل مرحلة تالتة. محدش يقلق، محدش، ما تخافش لما حد يقول لك لا مش هتنزل، سيبك منه. انت ارجع للسنين اللي فاتت هتلاقيها بتنزل، هي بس متأخر. انا عملت الفيديو ده عشان اطمنك. لو حد تاني بقى مثلا محافظة اسيوط، البحيرة، بني سويف، القاهرة، اي مكان يعني، عايز يعرف معلومات عن المحافظة بتاعته وهل بتنزل كام درجة ولا لا، او هل بتنزل مرحلة تانية، ولو بتنزل كام درجة، يعني كل حاجة بالتفصيل، اكتب لي اسم المحافظة بتاعتك في التعليقات، واستنونا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.